اهلا ومرحبا بكم بفيديو جديد. طبعا يا اسطى انا جالك النهارده بنسخه حرفيا اكتساح المجال. تمام، تعالى هقول لك بس نبذات كده عن المميزات حرفيا اللي هتخليك تكمل الفيديو ده للنهايه. تمام، عشان النسخه بتاعت النهارده دي والله العظيم 3 ما نزل زيها اساسا على اليوتيوب تما. تمام، النسخه دي ما خلتش اي حاجه غير وهي منضافه فيها، حرفيا كل حاجه في المجال كله منضافه في نسخه واحده. يعني النسخه دي ب10 نسخ كده من اللي انت بتستخدمهم حرفيا يا اسطى. انا عارف انا بقول لك ايه. تمام، مبدئيا يا اسطى واول ميزه معانا واللي هي انت ممكن تخش على الاعدادات كامله اللي في النسخه وانت في نفس الشات عادي خالص من غير اي مشكله. تمام، تمام قوي. طبعا يا اسطى النسخه بترمي فيروسات ايفون وبترمي فيروسات اندرويد لتهنيج جميع نسخ الواتساب. حرفيا فيروسات جمدان بمعنى الكلمه، زي ما انت شايف كده بالصحاب. الفيروسات برضو متقله النسخه سنه بس عشان احنا ما فعلناش زراير التهنيج لسه. تمام، تمام قوي. طبعا هنخش كده على 3 نقط بعد كده، الكلمه اللي هي بالانجلش دي، ونشوف زراير التهنيج ونشوف قسم الحاجات الجمدان بمعنى الكلمه. تمام، تمام قوي. عندك هنا بالصحاب زرار تصفيه الرومات بطريقه جديده. يعني عندك ده زرار تصفيه الرومات بطريقه جديده. تمام، طبعا الشرح كامل هتعرفه في الفيديو بتاع النهارده. عندك ده حرق اي نسخه بمكالمه. تمام، برضو بطريقه جديده والشرح كامل في الفيديو بتاع النهارده. تمام، وهنا طبعا افكتات 3 دي يا اسطى حرفيا جمدان بمعنى الكلمه. هتخش كده على قسم قطع النت، دي طبعا زرار قطع النت كامله اهوت زي ما انت شايف. قطع نت برساله، قطع نت بصوره، قطع نت باغنيه، قطع نت بفيديو، قطع نت بجيف. تمام، حرفيا حاجه روعه بمعنى الكلمه. تمام، هتيجي تخش كده على قسم التهنيج. عندك هنا اصلا زراير التهنيج كامله. طبعا النسخه مش هتهنج من اي فيروس في المجال. النسخه طبعا عمرها في حياتها ما هتطلب منك تحديث. تمام، النسخه هتثبت جنب اي نسخه عندك، حتى لو انت طبعا جهازك ضعيف برضه النسخه هتثبت عندك. تمام، تمام قوي. طبعا ناس زي ما انت شايف كده جمدان. عندك هنا ابو الصحاب اللي هو عندك هنا تحديد كلمه من جمله، عندك هنا ادمن فيك، عندك هنا ننزل كل الادمن بزرار واحد. هنا طبعا توثيق الارقام لحمايه رقمك. طبعا مستحيل رقمك يتحظر وانت مستخدمه على النسخه دي. تمام، عندك هنا قسم تفيك مده الريكورد. حرفيا يا اسطى النسخه دي حاجه فوق الروعه بشويه. تمام، وكمان النسخه فيها فيروسات. النسخه فيها فيروسات حرق الشات. تمام، زي ما انت شايف كده فيروسات حرق الشتات. تمام، تمام قوي. طبعا النسخه دي زي ما انت شايف جمدان اهوت. تمام، كل اللي انا طالبه منك يا ابو الصحاب تعمل لايك دلوقتي على الفيديو زائد الكومنت الجميل بتاعك، بس مش عايز اكتر من كده. هننزل بانترو صغير وهنكمل الشرح على طول. كمل الفيديو للنهايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ جيت لكم النهارده في فيديو جديد من قناه مندو الحاكم. تمام، قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا كالعاده تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد لو دي اول مشاهده ليك. طبعا يا اسطى زي ما انت شفت كده في مقدمه الفيديو، انا جالك النهارده بنسخه حرفيا اكتساح المجال. تمام، طبعا كل اللي انا طالبه منك انك تكمل الفيديو بتاع النهارده للنهايه. تمام، بس مش طالب منك اكتر ولا اقل من كده. تمام، طبعا الفيديو بتاع النهارده انا معاك اللي هو هيطول، بس حرفيا ده بسبب النسخة دي وبسبب عامة المميزات وكمية المميزات عامة اللي في النسخة بتاعت النهاردة. تمام، بس مش اكتر، فعشان كده الفيديو بتاع النهاردة هيطول حبتين. تمام، طبعا ناس اول ما تفتح نسخة هتفتح لك بالوجهية الجمدان دي. طبعا مبدئيا النسخة دي بتاعت مين؟ النسخة دي بتاعت خالد الهش. تمام، تمام قوي. بس طبعا انا اسمي في بعض النسخة كده، يعني اسمي هتلاقيه برضو في بعض حتت في النسخة كده. تمام، تمام قوي. طبعا يا اسطى تتابع معايا بقى كده، وقبل ما نبدا في الشرح بتاعنا تعمل اللايك بتاعك الجميل، الكومنت بتاعك الاجمل، بس كده ونبدا على بركه الله. تمام، تمام قوي. طبعا يا ابو الصحاب النسخه بباسورد، والباسورد المره دي مكون من 6 ارقام. تمام، هقوله رقمين في رقمين في رقمين. تمام كده، تمام قوي. طبعا يا اسطى مبدئيا عندك هنا الفانز، عندك هنا الحوارات، هنا الستوري، هنا الكولات، زي ما انت شايف كده جمدان بمعنى الكلمه. تمام، طبعا هنخش على الشات ده زي ما انت شايف. عندك اصلا النسخه هنا ممكن تخش برضو على اي شات عامه وانت في نفس الشات من قصدي بتخش على اعدادات النسخه كامله وانت في نفس الشات من غير اي مشكله خالص زي ما انت شايف كده. تمام، يعني مش لازم تطلع بره وتخش على الاعدادات بتاعه النسخه والكلام ده كله علشان تبدا تغير حاجه مثلا في النسخه الكلام ده. تمام، لا انت ممكن تغير كل حاجه وتعمل كل حاجه وانت في نفس الشات من غير اي مشكله خالص عن طريق المربع اللي انت شايفه قدامك ده. تمام، تمام قوي. تاني حاجه بالصحاب اللي النسخه فيها تذكر. النسخه فيها تذكر سريع جدا جدا زي ما انت شايف كده، حرفيا حاجه جمدان بمعنى الكلمه. تمام،
تمام أوي. طبعًا يا اسطى مش كده وبس، عندك النسخة برضه بترمي فيروس أندرويد، وبترمي فيروس أيفون، وبترمي الاتنين مع بعض برضه لتهنيج نُص نسخ المجال حرفيًا، وأنا عارف أنا باقول لك إيه، تمام. تمام أوي. طبعًا الشات بالشكل الجمداني اللي أنت شايفه ده، وأي حاجة في النسخة عامةً بتقدر إنك تتحكم فيها بزراير، تمام. عندك هنا ممكن تضيف أكتر من حساب على النسخة عادي خالص من غير أي مشكلة. عندك هنا أيقونة وضع الطيران، عندك هنا طبعًا الوضع اللايك اللي هو الوضع الفاتح عامةً في النسخة، تمام. تعالَ نجربه كده مع بعض. طبعًا يا اسطى آسف جدًا على الخلفية دي، بس أنتم عارفين اللي حاجة مش بإيديا ده كده النسخة مش بتاعتي يعني، تمام. طبعًا يا اسطى زي ما أنت شايف كده، أول ما تبدأ تعمل وضع اللايك أو عامةً تخش على النسخة في مبدئيًا كده، هيقول لك اشترك. لازم تشترك طبعًا عشان تفتح معاك النسخة، تمام. فلما تيجي يا اسطى تضغط على أيقونة الاشتراك زي ما أنت شايف كده، تمام. ثواني بس نفتح النت. فهيجيب لك يا اسطى القناة زي ما انت شايف كده. فكل اللي انت هتعمله بما انك دخلت القناة، اول ما دخلت النسخة، تمام، دخلت القناة قصدي من النسخة، فانت بقى هتشترك كده وتروق الدنيا على القناة، تمام. حرفيا يعني انت عارف الواحد بيتعب عشانك وربنا، تمام كده. تمام اوي. وبقى يعني بص تلف لفة كده في القناة. حرفيا القناة عليها كل حاجة انت هتستفاد منها، يعني حرفيا النسخة ما في القناة قصدي ما فيش اي حاجة غير وهي فيها، تمام كده. تمام أوي. طبعًا آسف جدًا إن أنا طلعت من الفيديو. عندك يا اسطى زي ما أنت شايف كده ده الوضع الفاتح عامةً في النسخة زي ما أنت شايف كده، تمام. فإحنا هنعمل الوضع الداكن ونكمل الشرح بتاعنا عادي خالص من غير أي مشكلة يا أبو الصحاب، تمام. تمام أوي. زي ما أنت شايف كده عندك هتخش بقى على ال3 نقط. بعد كده عندك هنا اللي هو دوس على دي، يعني عندك ساعة أمّا تدوس على دي طبعًا هيحولك هنا على اللينك اليوتيوب بتاعي، وهنا طبعًا لينك شات خالد الهش، تمام. تمام أوي. زي ما أنت شايف كده حرفيًا يا اسطى جمدان. طبعًا يا اسطى هنا عندك هنا طبعًا جدولة الرسايل، تمام. وعندك هنا اللي هو عندك هنا زرار الفيروس، عندك هنا الرد التلقائي، طبعًا عندك هنا تعديل الشتات اللي هو فبركة الشتات بمعنى أصح. هنا طبعًا ريستار للنسخة يعني إعادة التشغيل بمعنى أصح. عندك هنا طبعًا نمبر مكسل تسيفه، يعني لو واحد مكسل تسجله الكلام ده ممكن تكلمه عادي خالص بمجرد إنك هتحط رمز الدولة قصدي، وبعد كده هتبدأ تحط الرقم يعني زي ما إحنا عارفين يعني، تمام. تمام أوي. وبعد كده يا أبو الصحاب عندك هنا طبعًا بتعرف مين عمل لك بلوك. عندك هنا رسالة جماعية، عندك هنا اعمل روم، عندك هنا اعمل PC، عندك هنا افتح ويب، هنا طبعًا رسالة مميزة بنجمة، هنا طبعًا الإعدادات بتاعة النسخة كاملة زي ما أنت شايف كده، تمام. طبعًا الجمدان كله إحنا لسه جايين عليه دلوقتي، تمام. ده طبعًا يا اسطى الأباوت بتاع النسخة بالشكل الجمدان اللي إحنا شايفينه ده، حرفيًا حاجة روعة بمعنى الكلمة، تمام. تمام أوي. طبعًا يا أبو الصحاب أول رقمين في الباسورد 88، تمام. تمام أوي. طبعًا يا اسطى زي ما أنت شايف كده جمدان. عندك هندوس على ال3 نقط تاني، بعد كده الكلمة اللي بالإنجلش دي علشان تبدأ المميزات بتاعة النسخة تظهر لنا زي ما أنت شايف كده، اللي هو الإعدادات الsetting بمعنى أصح، تمام. تمام أوي. مبدئيًا عندك هنا قسم زراير الفيروس، تمام. أول ما نخش كده على قسم زراير الفيروس هيفتح لنا كذا قسم زي ما أنت شايف كده، تمام. أول قسم معانا واللي هو القسم لعدم التهنيج، تمام. طبعًا زي ما أنت شايف كده دي طبعًا زراير لعدم التهنيج كاملة أهوّة زي ما أنت شايف كده يا أبو الصحاب، تمام. كل اللي مطلوب منك انك هتفعل الزراير دي كلها عند اللزوم. ازاي عند اللزوم؟ عند ما تيجي تبعت فيروس لحد او تستقبل فيروس من حد، تمام. غير كده ما تفعلش الزراير دي خالص، تمام، عشان ما يحصلكش اي مشاكل في النسخة بتاعت النهاردة، تمام. تمام قوي. طبعا يا اسطى هنطلع كده زي ما انت شايف عندك هنا طبعا مميزات اضافية، تمام. عندك هنا بالصحاب اللي هو تحديد كلمة من جملة. ايه هو تحديد كلمة طبعا من جملة؟ يعني لو في جملة طويلة بمعنى اصح، تمام. في جملة طويلة بمعنى اصح انت عايز تحدد جملة كلمة قصدي منها كلمة من جملة، يعني انت اكيد طبعا فاهم، تمام. بتبدأ تحدد الجزء اللي انت عايزه بس من الرسالة بمعنى اصح يعني، تمام. تمام. او عندك هنا طبعا ادمن فيك. ايه هو ادمن فيك؟ اللي هو بص يا اسطى بيرفعك ادمن في كل الجروبات، تمام، بس بيبقى فيك طبعا. ده طبعا بتلتزم بيه عندما تيجي مثلا تلقط سكرينات في جروبات مشهورة الكلام ده كله بس، تمام. طبعا الزرار ده بتستخدمه في حاجة شكل كده يعني. عندك هنا طبعا نزل كل الادمن بزرار، تمام. ده طبعا يا ابو الصحاب ساعة ما بتفعله كده بتيجي تخش على الاعدادات بتاعة الروم نفسه، بيظهر لك زرار كبير كده. ده طبعا اول ما بتضغط عليه بيبدأ ينزل لك الادمن كله من الجروب، تمام. بس انت طبعا لازم تكون ادمن اساسي في الروم، تمام. يعني انت لازم تكون ادمن اساسي في الروم. ده طبعا بتستخدمه في ايه؟ لو انت داخل يا اسطى مسابقة رومات والكلام من ده وعايز تنزل كل الادمن بضغطة واحدة عشان تلقط السكرين بتاعك. طبعا الناس بتاعت سحب الرومات هتفهم الكلام اللي
انا بقوله ده. تمام. عندك هنا بقى اللي هو توثيق الارقام، المفروض ان انت بتفعله كده عشان توثق الرقم بتاعك، فبالتالي ما يتحظرش لو حد حاول اللي هو يحظره. تمام. عندك هنا طبعا عدم الاستلام اي صور، يعني لو انت فعلت الزرار ده مش هتستلم اي صورة. تمام. عندك هنا طبعا اخفاء المنشن، عندك هنا يا ابو الصحاب تلقي رسائل بس، يعني لو انت فعلت الزرار ده تمام هتستلم رسائل بس، انما لو حد بعت لك فيديوهات، حد بعت لك صور، حد بعت لك مستندات، حد بعت لك مقاطع صوتية، الكلام ده كله مش هيوصلك نهائي، هو انت بص هيوصلك رسائل بس. تمام. تمام أوي. عندك هنا بالصحاب اللي هو تفيك مدة الريكورد نفسها، عندك هنا الريكورد 5 دقايق، هنا الريكورد الخامس برضو الكلام ده. المهم يا ابو الصحاب اللي هو ده فبركة الريكورد، اللي انت مثلا لما تيجي تبعت ريكورد لواحد بتبعته ثانية 2 3 الكلام ده، بيوصله هو بقى 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، اللي هو فبركة الريكوردات يعني بمعنى صح. تمام. تمام أوي. زي ما انت شايف يا ابو الصحاب كده حاجة جمدان بمعنى الكلمة. طبعا خلصنا من مميزات إضافية. تمام. عندك هنا بقى اللي هو فيروسات حرق الشات. طبعا يا اسطى زي ما انت شايف كده دي جميع الفيروسات عامة اللي انت تتخيلها في دماغك كده. تمام. تمام قوي. طبعا يا ابو الصحاب الفيروسات دي هتاخدها ازاي؟ هتبدا تاخدها عن طريق النسخ. طب انت هتنسخ ازاي؟ هقول لك اصلا هتنسخ ازاي. عندك اول ما تضغط على مندو الحاكم كده هيقول لك تم النسخ تحت اهوت، يعني الناس كده الفيروس اتنسخ في الكيبورد. تمام. هتبدا تطلعه من الكيبورد وتبعته لاي شات انت عايز تبعته له. تمام. طبعا هعرفك الكلام ده كله بشرح عملي دلوقتي. طبعا زي ما انت شايف كده جمدان حرفيا يا اسطى. عندك هنا طبعا للتواصل مع المطور، اسف يا جدعان كان في حد بس بيرن وكده فعامة فصلت يعني. المهم عندك هنا التواصل مع المطور والكلام ده. تمام. تمام اوي. عندك هنا بالصحاب اللي هو قسم قطع النت، ده قسم قطع النت اللي هو عامة بتبعت فيروسات قطع نت. تمام. بمعنى اصح يعني. عندك هنا اللي هو قطع نت برسالة، قطع نت بصورة، قطع نت باغنية، قطع نت في فيديو، قطع نت في جيف. تمام. طبعا الزرار دي هنستخدمها ازاي للناس اللي ما بتعرفش؟ طبعا يا اسطى انت عارف ماشي، خليك عارف لنفسك. تمام. في ناس تانية ما تعرفش. تمام. عندك ابو الصحاب هتفعل كده قطع النت بتاع الرسالة ده وهتبدأ تبعت نقط لأي شخص. تمام. كل اللي انت هتعمله نقط رسائل الكلام ده هتبدأ تبعتهم لأي شخص عادي خالص من غير أي مشكلة. تمام. فبالتالي الرسائل اللي انت بتبعتها له دي هتتبعت له كفيروس قطع نت. تمام. فبالتالي برضو النسخة بتاعته هتهنج وكده. عندك هنا قطع نت بصورة اللي هو نفس النظام، بتبدأ تبعت له صور بتوصل له كقطع نت. وعندك ده طبعا قطع نت بأغنية كذلك الأمر، بتبعت له مقاطع صوتية بتبدأ برضو توصل له كقطع نت. تمام. عندك هنا قطع نت في فيديو نفس النظام يا اسطى، بتبدأ تبعت فيديوهات. وعندك ده قطع نت بجيب بتبعت طبعا استيكرات والكلام من ده. تمام. تمام أوي. زي ما انت شايف كده حرفيا يا اسطى حاجه جمدان بمعنى الكلمه. عندك ده بقى اللي هو تصفيه الرومات. تمام. ركز معايا، لازم تكون ادمن يا عزيز عشان تصفي الروم. تمام. يعني انت مثلا بتخش لاي روم يا اسطى طبعا بتستأذن من صاحب الروم ده انه يرفعك ادمن بس، يعني انت بتترفع ادمن بص يعني بطريقتك انت بمعنى اصح يعني. تمام. بعد كده بتبدأ انك تطلع من الروم، ما بتعملش اي حاجه غير اللي انت بتطلع من الروم. تمام. بعد ما تطلع من الروم كده كل سنة وانت طيب في الروم كده، الروم خلاص يعني هيتصفى تدريجا. تمام. الناس اللي فيها هتبدأ تطلع تدريجا. تمام كده. تمام قوي. عندك هنا بالصحاب اللي هو حرق اي نسخة بمكالمة. تمام. اللي هو انت هتفعل ده وهتبدأ ترن على اي حد النسخة بتاعته هتتحرق نهائي. تمام. عندك ده طبعا تحركات الشتات بتاعت الواجهة نفسها حرفيا، بتاعت الواجهة اللي هو الشاشة الرئيسية بمعنى صح. تمام. عندك اصلا هنا حرفيا حاجات جمدان بمعنى الكلمة زي ما انت شايف كده. عندك ده بالصحاب اللي هو افكتات 3D، دي طبعا التحركات اللي بتبقى جوه الشات نفسها، دي التحركات اللي بتبقى جوه الشات نفسها. تمام. عندك هنا 16 تحرك حرفيا جمدان. تمام. تمام قوي. زي ما انت شايف كده يا اسطى. عندك يا اسطى تاني رقمين في الباسورد 80. تمام. تمام قوي. وطبعا فاضل رقمين في الباسورد. عندك يا اسطى زي ما انت شايف كده جمدان حرفيا بمعنى الكلمه يعني. تمام. طبعا وصلنا لايه هنا اللي هو افكتات. عندك هنا طبعا اخر زور، اخفاء اخر زور. عندك هنا تجاوز المشاهده، الحاله اللي هي مره واحده والكلام من ده. هنا طبعا اخفاء مشاهده الستايت. عندك هنا يا اسطى منع حذف الحالات، منع حذف الرسائل، ايه الكلام ده كله. طبعا ده يا اسطى دي طبعا المميزات اللي احنا متعودين عليها. عندك طبعا بتفعل ده لو انت عايز تعمل نسخه ببصمه، نقش، رقم سري، الكلام ده كله. تمام. تمام قوي. طبعا يا اسطى هنطلع كده مع بعض وهنخش على السمات زي ما انت شايف كده. عندك هنا طبعا تحميل سمات، اول ما تضغط عليها هيفتح لك قسم
4032 سيم. ممكن تختار اللي انت عايزه كله من السمات دي، بس حرفيا النسخة شكلها جاحد يعني مش مستاهلة سيم. تمام. هنا طبعا تطبيق سيم من ملف، لو انت عندك سمات من ملف وعايز ايه تطبقها على النسخة من غير اي مشكلة هتطبق معاك. تمام. هنا طبعا حفظ السيم، عندك هنا استعادة سيم، هنا طبعا اعادة الضبط، عندك هنا حذف جميع السمات المخزنة والمحفوظة والكلام ده كله. تمام. تمام أوي. طبعا يا اسطى هتخش على الاعدادات كده، عندك هنا طبعا الالوان بتاعت النسخه كامله بتتحكم فيها عن طريق الشريط ده. تمام. تبدا تغير اي لون عامه مش عاجبك في النسخه. تمام. عندك هنا طبعا الستايل، لو انت عايز تخلي النسخه بالوضع الايفون فبتبدا تختار الوضع ده وتفعله كده، النسخه هتقلب معاك كنسخه ايفون. تمام. هنا طبعا نوع الخط بتاع النسخة نفسه، لو انت عايز تغير نوع الخط الكلام ده كله بتبدأ تتحكم فيه من غير اي مشكلة خالص. تمام. هنا طبعا تغيير ايقونة التطبيق نفسها. تمام. لو انت عايز تغير ايقونة التطبيق نفسه. تمام. فطبعا في الاساس يا اسطى الايقونه دي اللي احنا شغالين بيها واللي احنا شفناها عامه في اول الفيديو. تمام. فانت عايز بقى تغير اي ايقونه عامه للتطبيق بتاعك من الايقونات اللي انت شايفها دي، ممكن تغيرها من غير اي مشكله خالص. تمام. هنا طبعا الايقونات بتاعت الاشعارات نفسها، شفت انت يا اسطى الايقونه اللي بتظهر مع الاشعار اللي بيجي لك فوق، طبعا دي بتقدر برضو انك تتحكم فيها من غير اي مشكله وتغيرها للشكل اللي انت عايزه. تمام. تمام أوي. طبعا يا اسطى هنطلع كده، وعندك ده طبعا نسخ الاحتياطي والاستعادة لو انت عايز تركب ملف سرعة. تمام. هنا طبعا النسخ الاحتياطي والاستعادة برضه احنا لسه قايلينها. تمام. وعندك هنا يا اسطى المهم اللي هو لغة التطبيق، لو انت عايز تخلي لغة التطبيق انجليش فبتبدأ تختار الوضع التالت ده، والنسخة بتقلب معاك نسخة بتبقى انجليش بمعنى صح، مش بالعربي. تمام. عندك بقى الزرارين اللي انت هتفعلهم اللي هم اخر زرارين دول عشان ترسل الصور والفيديوهات بوضوح عالي. تمام. زي تفعل الزرار ده عشان ترسل برضو الرسائل لأكتر من 250 شخص. تمام. تمام أوي. حرفيا يا اسطى النسخة جمدان زي ما احنا شايفين كده، فتستاهل اللايك بتاعك، تستاهل الكومنت، تستاهل كل الدعم أقسم بالله زي ما انت شايف كده. وعامة يعني انا ما بنزلكش الحاجة غير اللي هي بص حاجة اللي بتبقى التوب بمعنى اصح. فمن اخوك والله العظيم 3 يستاهل كل الدعم. تمام. وانت عارف كده كويس فمش هتكلم كتير. وعندك يا اسطى طبعا دخلنا على القسم ده، عندك هنا طبعا الشاشة الرئيسية، ده طبعا التأكد قبل إرسال صور على الحالة، لازم طبعا تفعل الزرار ده. تمام. قبل ما ترسل صور على الحالة. تمام. عندك ده اللي هو إشعار عند مشاهدة الحالة، اللي هو يا اسطى لو فعلت ده طبعا هيجيلك إشعار، مش هيجيلك إشعار بقى، يعني هيجيلك إشعار يا اسطى يعني بأي حد هيشاهد الستوري بتاعك. تمام. تمام أوي. عندك هنا أبو الصحاب اللي هو الستوري نفسه، هنا طبعا عشان ترسل أكتر من 5 دقايق، اللي هو الستوري مثلا تنزله أكتر من 5 دقايق. تمام. تفعل الزرار ده عشان لو عايز تنزل فيلم هتنزله عادي من غير اي مشكله وانت مفعل الزرار ده. تمام. تمام قوي. زي ما انت شايف كده عندك هنا بالصحاب اللي بره العلوي اللي هو الستايل بتاع النسخه، زي ما انت شايف كده ممكن تتحكم فيه برضه من غير اي مشكله خالص زي ما انت شايف كده اصلا. تمام. اللي هو لاي شكل عامه انت عايزه. عندك ده تفعيل ستايل وستوري مثل الانستجرام، يعني كانك في انستجرام مش في واتساب. تمام. بالنسبه للحالات وكده هوري لك طبعا الكلام ده كله دلوقتي. تمام. طبعا هنفعله كده وهنشوفه مع بعض. عندك هنا فصل المحادثات الشخصية عن الجروبات، اللي هو فصل الجروبات عن الشتات. يعني هنا طبعا وضع اسمي، لو انت عايز اسمك اللي يظهر بدل كلمة واتساب او اسم صاحب النسخة بمعنى صح. تمام. تمام قوي. فيا اسطى زي ما انت شايف كده حاجة يعني فوق الروعة كده بشوية. عندك دي طبعا شاشة المحادثة والكلام ده كله، دي طبعا التحديثات. مستحيل النسخة تطلب منك تحديث زي ما انا قلت لك. تمام. تمام قوي يا اسطى. النسخة حرفيا حاجة روعة بمعنى الكلمة، فهنطلع كده مع بعض ونشوف الجمدان كله. عندك هنا بقى زي ما انت شايف كده اهوت اللي هو مثل الانستجرام. تمام. يعني الحالات هتظهر لك في المكان ده زي ما انت شايف كده بالصحاب. عندك دي طبعا التحركات اهيت اشتغلت معانا من غير اي مشكله خالص زي ما انت شايف كده برضو. تمام. تمام قوي. طبعا يا اسطى هنخش على الشات ده، وعندك التحركات برضو اللي في الشات اهيت اشتغلت معانا من غير اي مشكله خالص. يعني الشات نفسه شكله روعة، يعني الشات حاجة فوق الروعة كده بشوية. تمام. زي ما انت شايف كده يا اسطى. تمام كده. تمام قوي. حرفيا يا اسطى النسخة روعة، النسخة تستاهل كل التقدير. طبعا يا اسطى هسيب لك لينك الجروب بتاعي تحت في الديسكريبشن، لازم تخش فيه. هسيب لك لينك قناة التليجرام برضو تحت في الديسكريبشن، لازم تخش فيها. بنزل حاجات جمدان بمعنى الكلمة يا اسطى فيهم. تمام. وطبعا يا اسطى اخر رقمين في الباسورد 90. تمام. لو انت ما سمعتش الاربع ارقام التانيين فارجع اسمعهم عشان تفتح ضغط النسخة عندك من غير اي مشكلة خالص وتبدأ تستعملها استعمال عادي، لان طبعا لو انت ما عرفتش الباسورد فمش هتعرف تفتح النسخة. تمام.
تمام قوي. فيا اسطى زي ما انا قلت لك كده، وعندك بقى زي ما انا قلت لك برضو ما تنساش انك تخش في جروب الواتساب، وتخش برضو في قناة التليجرام والكلام ده كله. تمام. تمام قوي. ويا اسطى انتظروا النسخة الجاية، هتبقى حاجة جمدان بمعنى الكلمة، واحتمال انها تبقى نسختي انا شخصيا. تمام. وحرفيا دي بقى هتبقى حاجة روعة بمعنى الكلمة يا اسطى. تمام. تمام قوي. وطبعا بس كده كفاية عليكم النهاردة، وسلام.